السلام عليكم. لو انت ما شفتش ماتش الاهلي وسيمبا او حتى شفته، تعال نتكلم فيه مع بعض كده ونلخص الماتش ايه في عجاله سريعه. اول مباراه لسه في السوبر ليج الافريقي، يعني ما شفتش الحفله بصراحه، ما كنتش فاضي اشوف الحفله يعني، بس شفت يعني في شخصيات كانت موجوده، شفنا ارسن فينجر كان موجود، شفنا انفانتينو كان موجود. طيب الاهلي الشوط الاولاني لعب بنفس طريقه لعبه او تشكيلته الرسميه كانت هي نفس طريقه اللعب، مع اختلاف بعض الاسماء اللي ما كانتش موجوده، زي طبعا ما شفناش محمد عبد المنعم موجود بسبب الاجهاد او بسبب الاصابه اللي اتصابها في مباراه المنتخب مع الجزائر، ما شفناش علي معلول موجود ولقينا كريم الدبيس مكانه علشان علي معلول ما لحقش بعثه الاهلي في تنزانيا، ما شفناش طبعا ولا امام عاشور ومروان عطيه شفناه الشوط الثاني، شفنا مكانهم طبعا احمد كوكا. برضو بالنسبه للثلاثي الهجومي اللي كان موجود، شفنا قفشه بيبدا المباراه، شفنا تاو على ناحيه اليمين على عكس اللي كان مترتب يعني، شفنا رضا سليم لاول مره بيبدا اساسي ويبدا اساسي على الفرقه المباراه دي، شفنا كمان كهربا قدام، ما شفناش مودست ولا شفنا حتى صلاح محسن غير في الشوط الثاني. طيب فعادي التشكيل قشطه، الاهلي بدا المباراه، الاهلي ضاغط، الاهلي ماسك كوره، الاهلي بيلعب بسرعات كبيره جدا، الاهلي ما فيش اي هجوم على النادي الاهلي من جانب سيمبا، الاهلي متمركز كويس جدا، الاهلي بيلعب على عكس المتوقع تماما ناحيه رضا سليم، هي الناحيه اللي شغاله رغم ان علي معلول مش موجود، لكن ما حسيتش ان علي معلول مش موجود، حسيت ان الناحيه شغاله بشكل كويس جدا، اللعيب سريع جدا مهاري جدا بيعرف يعدي على واحد بشكل ممتاز، شفنا اكتر من فرصه للنادي الاهلي الشوط الاولاني عن طريق رضا سليم، واللي بصراحه كان بالنسبه لنا رجل المباراه في الشوط الاولاني، ويعني هنتكلم في الشوط الثاني بس بصراحه ما كانش من الصح ان هو يتغير يعني. شفنا بقى الاهلي ضيع كور كتيره جدا، انفرادات كتيره جدا، كهربا بصراحه يعني على علامه استفهام كبيره جدا، بقاله فتره بيضيع جوان سهله، في كور يعني في كوره كده كهربا لم فيها المدافع لمه حلوه قوي، خش بقى، لا لازم احطها في فزلكه، لازم اتحنك في الكوره عشان احطها واجيب جون حلو، ما تجيب يا عم جون عادي. بيرسي تاو برضه ضيع انفراد في الشوط الاولاني ما يضيعش بصراحه، ما اعرفش ضيعه ازاي، اكتر من كوره، رضا سليم ضيع برضه اكتر من كوره، رغم ان هو كان الحسنه الوحيده للشوط الاولاني في الهجوم الاهلي كان رضا سليم بصراحه وقفش، يعني هما الاثنين كانوا اكتر اثنين ممتازين ايجابيا على المرمى في النادي الاهلي الاثنين. النادي الاهلي حتى على مستوى الدفاع كان ماسك الكوره بشكل كويس، على مستوى نص الملعب كان عامل الضغط العالي بشكل كويس، على طول حاصرين لعيبه سيمبا في نص ملعبهم، الاهلي على طول هو اللي معاه الكوره. فالشوط الاولاني بصراحه كان يخلص مرتاح 3-0 للاهلي. الشوط الثاني بقى تقريبا المدرب بتاع سيمبا بصراحه اكتشف ان ميكيسوني ده اصلا كلاون، وان الاهلي كان عنده حق ان هو يمشيه ويديله بالشلوط في دماغه يعني، فالراجل خرجه من اول الشوط، يعني حتى ما استناش يلعب 10 دقايق كده في الشوط الثاني وبتاع، لا ده هو بين الشوطين كان هو قال له تعالى اقعد جنبي. معروف ان كده سيمبا طلع الشوط الاولاني مغلوب 1-0 في اخر دقيقه في الشوط الاولاني، فطبيعي ان هو الشوط الثاني طالما على ملعبه وسط جمهوره هيبتدي يضغط علشان يجيب جون، علشان انت تبدا بقى ايه، خلاص اي عيل صغير هيقول لك يا باشا قفل كويس والعب على الهجمات المرتده والعب على السرعات والارتدادات بتاعتك عشان تعرف تكسبهم، وهيبقى في مساحات كتيره جدا في خط دفاع نادي سيمبا، مش محتاجه فكاكه، مش محتاجه حد يحلل الكوره يعني. لكن لما ده حصل في بعض الدفوهات اللي في نص ملعب الاهلي واللي في الناحيه الشمال بتاعت الاهلي تم كشفها، يعني شفنا نص ملعب الاهلي اللي كان فيه ديانج واحمد كوكا، الاثنين يعني باين ان هما الاثنين مش منسجمين مع بعض بشكل كويس، لما اتضغط عليهم حسينا لا ان في فجوه في نص الملعب، حسينا ان هما مش بالثقل اللي يقدر يمسك نص الملعب في حاله ان هو مضغوط عليهم بشكل كبير. كريم الدبيس كمان زي ما شفنا بدأ يضغطوا عليه برده من الناحيه اليمين بتاعتهم او الشمال بتاعت النادي الاهلي، وضغط عليه بشكل كبير جدا، زي ما شفنا طبعا الهدف الاولاني لسيمبا كان خطأ دفاعي ساذج بصراحه يعني من مدافعين الاهلي، سواء من كريم الدبيس او من ياسر ابراهيم. في الدقيقه 53 سيمبا جاب الجون الاولاني، بعدها ما فيش ب7 دقائق سيمبا جاب الجون الثاني برده من كورنر شفناه، وتغطيه سيئه جدا برده من دفاع النادي الاهلي في الكورنر. فبسم الله الرحمن الرحيم كده الدقيقه 60 واول 10 15 دقيقه من الشوط الثاني سيمبا 2-1. الاهلي بعد ما دخل فيه الجونين تحس ان هو كان مستكبر على الماتش شويه، بعد كده قال لك لا لما انزل على ارض الواقع بقى، فالاهلي جاب جون عن طريق كهربا، اللي برغم الجون اللي هو جابه وبرغم الجون اللي هو عمله الشوط الاولاني لرضا سليم، لكن انا شايف كهربا واحد من ضمن مساوئ الاهلي الفتره اللي فاتت، ضياع كهربا الفرص كتير جدا 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 وعدم استغلالها. لكن في العادي الواحد على طول بيقول ان تغييرات كولر تغييرات ايجابيه على طول بتزق الفرقه لقدام، لكن للاسف تغييرات كولر كلها تقريبا الشوط الثاني كانت تغييرات سيئه جدا. يعني شفنا مثلا، انا ما اعرفش بصراحه هو ليه خرج رضا سليم، يعني انا مش عارف ليه رضا سليم رغم ان هو كان احسن واحد في المباراه تقريبا من النادي الاهلي واسرع لعيب موجود في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، وانت الفرقه ضغطاك وبتلعب على الكره السريعه والهجمه المرتده، طب ما تسيب الراجل،
يعني ما اعرفش يعني هل الراجل كان عنده اصابه مثلا، او الراجل اتصاب بين الشوطين، او الراجل اتصاب مثلا الشوط الثاني، ده يعني ده المبرر الوحيد. غير كده الراجل ده ما كانش يطلع بصراحه يعني. ما اعرفش برضو صبران على بيرسي تاو كل ده ليه؟ يعني بيرسي تاو واحده من اسوأ ماتشات اللي شفتها مع الاهلي، ما اعرفش صبر عليه كل ده ليه؟ طب ما تطلع بيرسي تاو يا معلم ونزل حسين الشحات يلعب مكانه، يبقى عندك رضا سليم وحسين الشحات وابتدي يلعب. خروج قفشه برضو واللعب من مروان عطيه ادالك تقل شويه في نص الملعب وخلاك تمسك الكوره، لكن انت كده استغنيت عن واحد خلاص ده اللي كان مايل لك الكوره لقدام، فانت كده خلاص انت واضح قوي ان انت بتلعب 3 في نص الملعب، الثلاثه بيدافعوا مفيش حد فيهم ينقل لك الكوره لقدام. دخول خالد عبد الفتاح مكان كريم الدبيس، يعني هم كانوا من اول الشوط بصراحه التغيير ده كانت المفروض تتعمل، او يعني من الدقيقه 60 مثلا التغيير ده كانت المفروض تتعمل بصراحه. يعني كريم الدبيس لاعب ناشئ ولاعب واعد وكل حاجه، لكن لسه ما يمتلكش كل الخبرات الافريقيه، والدليل على كده زي ما شفنا طبعا الغلطه اللي كانت موجوده في الجون الاولاني منه ومن ياسر ابراهيم الاثنين مع بعض. بقى تغييره كده انا سايبها للاخر بصراحه، يعني هي تغييره كهربا ونزول صلاح محسن ماشي، يعني هنخرج كهربا ماشي، وما عندكش بديل غير صلاح محسن ماشي. صلاح محسن يا جماعه يعني راح الاهلي ومشي من الاهلي، راح اعراض تالق وفشخ الدنيا، رجع الاهلي تاني، هو صلاح محسن. انا ما اعرفش كولر، يعني الراجل يعني كولر شافه في لما كان موجود في سموحه مثلا، ولما راح الاعاره اللي كان رايحها دي ماشي، راجل تمام وزي الفل وبيجيب جوان كويسه جدا. الواد بيجي مع الاهلي ما اعرفش ايه اللي بيحصل، ما اعرفش ليه بيفكر في الانفراد مرتين، ما اعرفش ليه كل كوره بتجيله على الجون لازم يفكر فيها مرتين ثلاثه، اشوط ولا باصي ولا لم ولا احطها فوق ولا احطها في البعيده. يا عم خد اي قرار واعملها، بس اعمل حاجه. انت بتقعد تفكر في القرارات دي كلها والاخر الكره المدافع بيقطعها، خلاص خلصنا. يعني نضيع انفراد في الدقيقه 90 هو انفرادات صلاح محسن. انا اول ما شفتها كوره كده وحياه ربنا ما في فرق من صلاح محسن اللي كان قبل الاعاره واللي بعد الاعاره، هي نفس ميتين الكوره اللي بتضيع منه كل مره. بيجي يروح الانفراد هو سريع وعندك السرعه يا معلم، روح ودوس على الكوره. وانا رايح بقى يا ترى شوط ولا بص جنبي وباصي، لو خدت بالك هتلاقيه بيبص جنبه ويبقى عايز يباصي، ولا الم ولا اتباطئ شويه يمكن المدافع يجي فلمه، ولا شوط على طول، ولا يا عم اعمل اي حاجه. فين وفين لما ربنا هداه وقرر ان هو يشوط المدافع حد رجله طلع الكورنر، خلاص خلصنا. يعني مش اكيد مش المدافع يفضل يتفرج عليك لحد ما تخلص احلامك الورديه دي يعني يا معلم. حاجتين بس عايز اقولهم في اخر الفيديو بصراحه، لو كولر ناوي يعمل حاجه يعني في خط هجوم النادي الاهلي فهو يحسن الفينشنج بتاع الثلاث مهاجمين اللي عنده. يعني موديست لسه جاي، لسه ما اندمجش، لسه ما انصهرش، لسه ما اتحنكش مع الفرقه، ماشي يا عم خلاص ماشي، رغم ان انت المفروض واحد جاي بمبلغ قد كده وجاي من الدوري الالماني، فانت جاي تخلص يا معلم، انت مش جاي لسه بقى ايه هقعد اقول لك تعمل فينيشنج ازاي. كهربا لا، كهربا عنده مشكله بنت لذينه في الفينيشنج، يعني والله العظيم يا جماعه انا الكوره بتيجي في رجل كهربا بفتكر وليد ازارو والمصحف، هي نفس الحنكشه، هي نفس الكور الغريبه اللي بتضيع. صلاح محسن انا يعني مش عارف، بس انت يا كولر لو مش هتشتغل عليه ما اعرفش انت جبته ليه بصراحه. يعني هل مثلا الراجل ده ما شافوش غير في الاعراض، ما شافوش لما كان مع الاهلي قبل كده وبيضيع فرص؟ انا ما اعرفش. دي اول نقطه. تاني نقطه يعني كولينا انا لمحته كده موجود في الملعب، الحكم العظيم كولينا واحد من اهم الحكام اللي جه في تاريخ الكوره كلها، كان موجود غالبا في المقصوره الرئيسيه بيتفرج على الماتش حاجه زي كده. والحكم بصراحه الاهلي كان ليه ضربه جزاء بينه اللي هو يخرب بيتك انت زي ما حسبتهاش ما حسبهاش، رغم انه رجع للفار وشفناها، ولو جبنا الحكم لسه ورور هنا في مصر هيحسبها عادي، وانت قريب يا معلم، انت قدام الكوره بالظبط. فهل يعني ما اعرفش جالك قلب ازاي قدام واحد يعني من اعظم الحكام في التاريخ يبقى موجود في الملعب وانت كوره هبله زي دي، الكوره الوحيده غالبا اللي رجعنا فيها في الفار انت ما تحسبهاش. يعني انا مش فاهم، يعني بغض النظر عن الماتش وبغض النظر عن كل حاجه، يعني ما اعرفش انت ما حسبتهاش ليه، انا ما اعرفش. بس يعني بدايه مش هنقول وحشه، بدايه كويسه للاهلي. هو لو واحد ما شافش الماتش هيقول لك 2-2 دي وانت في سامبا يا معلم تمام زي الفل، وانت في دار السلام هناك في تنزانيا قشطه تمام. لكن لو واحد شاف الماتش هيتحرق دمه جدا، وخصوصا الشوط الاولاني على كم الفرص اللي ضاعت من النادي الاهلي. بس البدايه مش وحشه، بس يعني بدايه كويسه، انت متقدم بهدفين بره ارضك، بس انت كان لازم توجه رساله يا معلم للسبع فرق التانيين اللي موجودين معاك. انت يا باشا انت لو كسبت لو عديت من سيمبا بنسبه كبيره هتلاعب سان داونز، وما ادراك ما سان داونز على ملعبه. يعني احنا اتعلم علينا من سان داونز بصراحه، يعني مش هنتكلم بقى، اتعلم علينا من سان داونز قبل كده في جنوب افريقيا.
بنسبه كبيره عديت من سان داونز، الله اعلم بقى يمكن تلعب الوداد. فانت لازم تبقى من اول ماتش يا باشا انا داخل اذبح لكم القطه، انا داخل كده اقول لكم بصوا اهو انا اجمد فريق في افريقيا، وسيمبا ده يا باشا اهو انا كسبته 4 ولا 5 في ملعبه. لكن خلينا برضو ما نستبقش الاحداث، البدايه كويسه، الماتش ان شاء الله العوده هيبقى في القاهره هنا يوم الثلاث، لازم نديهم على عينيهم يا جماعه، يعني من اولها كده لازم نديهم على عينيهم بصراحه في ماتش العوده ده، مفيش بقى وقت ان احنا نضيع فرص. اعتقد ان كولر مش راضي عن الاداء في المباراه دي، لكن خلينا نشوف التعديلات اللي هيتم تعديلها في النادي الاهلي في مباراه العوده هنا في القاهره. السلام عليكم.